سماعتك جاهزة؟ طب يلا بينا. فيلم النهاردة بيبدأ مع بنت جميلة اسمها دوت، وهي في المدرسة، وبنعرف إن هي عندها رهبة اجتماعية من الناس. دي أختها مين غير الشقيقة، وبتكون عكسها تماما، وكل الناس معجبة بيها وبتحاول تكلمها، على عكس دوت اللي بتكون دايما منبوذة ووحيدة. وبتيجي المدرسة وبتقعد مع دوت عشان ما تقعدش تاكل لوحدها، فبتسيبها وبتمشي وبتقعد لوحدها في الحمام. في آخر اليوم مينا بتروح لها الحمام وبتقول لها يلا يا بوزي النكد على البيت. وهنا بنعرف ان دوت مش بتسمع ولا بتتكلم، وان ده بيكون سبب انعزالها عن الناس. وبتكون عايشه مع مامة مينا عشان والدتها توفت وهي عندها 7 سنين، وبعدين ابوها كمان لحق مامتها ووالد مينا اللي اسمه بول، وعشان كده اخدها تعيش معاهم. وبنتعرف على بول اللي بيكون شغال مهندس، وهنا كان بيجيب علاج لمراته. وبتقابله المدرسه اللي كانت مع دوت في المدرسة، فبيروح بيته. ولما بيدخل البيت بنته بتقول له يا ريت يتخلص من دوت بقى ويشوف لها عيلة تانية بالتمني، لكنه بيتجاهل كلام بنته تماما ومش بيرد عليها. فبيقول لها ماما فين؟ فبتقول له ماما هنا وهي في الصالة. فبيروح لها ويسيبها. بيطلع بول اوضته وبيلاقي اوليفيا مراته نايمة على الارض، فبتقول له ان هي تعبانة من الديكورات اللي كانت بتعملها، فبيشيلها يوديها على السرير وبيديها علاجها. وبعد كده ينزل بول عشان يتعشى مع البنات، وبيقترح على مينا ان هي تتعلم لغة الصم والبكم عشان تقدر تتواصل مع دوت. بترفض كلامه لانها اصلا مش بتكون قابله وجود دوت في حياتهم. فابوها بيقول لها ان هي مش محظوظه زيك، ولا عندها عيله، ولا عندها حد يهتم بيها. فبتتخنق من كلامه وبتقول له ان هي هتروح تبات مع صاحبتها علشان هيتدربوا على حركه جديده في التشجيع. وتاني يوم بيروحوا معمل الاحياء، والفصل بينقسم كل 2 يعملوا التجربه سوا. وكل الفصل بيتضايق ان دوت طلع اسمها مع كورنر اللي بيكون اوسم شاب في المدرسه، وكل البنات بتحبه. في البريك دوت لقت اخيرا حد يعرف يتواصل معاها بلغه الصم والبكم، وهي المسؤوله عن الكانتين. وبعدين دوت بتدخل اوضه الموسيقى وبتعزف على البيانو معزوفه بيتهوفن. كونر بيشوفها وبيعجب بيها وبعزفها، وصاحبه بيجي وبيشوفه بيبص على مين، فكونر بيقول له امشي يا ابني من هنا، وبياخده وبيمشي. وتاني يوم بنشوف دوت وهي مش قادره تنام، وبتطلع صندوق فيه ذكرياتها، تفتكر والدها وبتحس بالذنب ان هي كانت السبب في موته لان هو كان جفيف، وهي راحت معاه البنك وكانت بتعديه الشارع. وبعدين سابته وراحت الحمام، ورجعت ولقيته متوفي في حادثه عربيه. قررت تنسى وتعزف على البيانو، وهي في الطرقه سمعت بول وهو بيعتدي على بنته، فاتصدمت وبتجري على اوضتها وبتنام. والتاني يوم العيله كلها بتكون متجمعه على الاكل، وبتطلب مينا من والدها ان هي هتخرج تبات مع صاحبتها ومش هتروح المدرسه، لكنه بيرفض. وبعدين مينا بتحاول تأثر عليه من تحت الترابيزة، فبيوافق. وبيكون واضح ان هو بيستغلها من زمان، فهي بتستغل النقطة دي ضده عشان تخليه يوافق على طلباتها. وبعدين دوت تروح تساعد اوليفيا في غسيل الاطباق، وبتحاول تتكلم معاها بلغة الشفايف. بتقول لها ان هي شبه والدتها لما كانت صغيرة. وبعدين دوت بتروح لها وبتطلب منها ان هي تروح السينما، وبتوافق بشرط ان حد يوصلها لان هي غلط تسوق بالليل. وبتروح معاها مينا واصحابها اللي بيفضلوا يتريقوا عليها. مينا بتقول لهم ان هي فقدت السمع بعد وفاة اهلها، وبعدين بتسد ودانها عشان تشوف اختها بيكون احساسها عامل ازاي وهي بتتفرج على الفيلم. وفي نفس اليوم لما بتروح بتشوف بول داخل اوضتها، فبتعمل نفسها نايمه. فبيدخل بول الاوضه وبيعترف لها ان هو مريض نفسي، وان هو بيستغل بنته، وعارف ان ده غلط، انه كاره نفسه، وانه فاكر ان هو لما يجيبها ويهتم بيها ده هيخليه يتراجع عن كل حاجه غلط بيعملها، لكن للاسف لا. وبعدين بيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بقى دوت بتكون قاعده تعزف على البيانو، وبتيجي مينا وبتسمع عزفها وبتندمج معاها. وبعدين بيتقطع سلك البيانو، فهنا بتتعصب دوت جدا. فهنا مينا بتعرف ان دوت بتعرف تتكلم، وان كل ده بتمثل عليهم. فبتقرر ما تخليهاش تعرف ان هي عرفت، فبتفتح الباب بصوت عالي، فبتاخد بالها دوت وبتبطل كلام. هنا بتعرف ان هي بتسمع كمان. تاني يوم في المدرسة مينا بتقعد جنب دوت، تقول لها ان هي ناوية تقتل ابوها بالليل لان هي بتكرهه، ان هو بيعتدي عليها وبيمنعها من صحابها. قلت لها انا هقتله برصاصة من مسدس ميشيل، الشرطة مش هتعرف انها هي لان دوت مش بتسمع، وامها بتنام من المخدر فمحدش هيشهد عليها. وبعد ما تقتله هتروح تبات عند صحابها، وبتقول لها كل ده وبتمشي وهي متأكدة ان هي سمعت. تاني يوم وهي بتعزف في المدرسة بيجي كونر وبيعترف لها ان هو معجب بيها، وبتعمل ان هي مش سامعاه وبتديله ورقة لحصة المعمل وبتمشي. وتاني يوم بيكونوا متجمعين على الاكل، وفجأة الباب بيخبط، وبتقوم مينا تفتح الباب وبتفتكر صاحبتها مشيل، لكنها بتتفاجئ ان هي بتشوف كونر اللي بيكون عايز يجي ويشوف دوت ويخرج معاها. وبتدخله دوت وبيعرف نفسه للعيلة، وبيقول لهم ان هم اصحاب في معمل العلوم،
وبعدين بتيجي مشيل وبتكون جايبه معاها شنطه لمينا، فدوت بتترعب وبتفكر ان ده المسدس اللي مينا هتنفذ بيه خطتها النهارده. وبعدها كونر بياخد دوت وبيمشوا وبيقعدوا في مطعم قريب من البيت، واثناء ما كونر بيعترف لها بمشاعره بتلاقي عربيه اسعاف رايحه على بيتهم، فبتترعب جدا وبتفتكر ان مينا عملت عملتها وقتلته، فبتجري على البيت. ولما بتوصل بتلاقي ان كل حاجه طبيعيه، وبتكتشف ان الكيس اللي جالها كان فيه كتب بس مش اكتر، فبتطمن وبتطلع على اوضتها، لكنها بتسمع صوت جاي من اوضه اختها. ولما بتقرب بتسمع بول وهو بيعتدي على مينا تاني، تكسر الفازة وبتعمل اي صوت بره عشان تساعدها ان هو يسيبها. وفعلا بول بيخرج وبيقول لها تبقى حريصة بعد كده، وبتلم التمثال اللي كسرته، وبعدها بتدخل لاختها وبتنام جنبها عشان تهديها. والصبح مينا بتقول لدوت ان هي متضايقه لان وزنها زايد وبتلعب على اعصابها وبتحرق الدبدوب قدامها، وبتقول لها ان النهارده اليوم الموعود وان هي هتقتله النهارده، ما تقتليه بقى وتخلصينا. وبعدين بالليل بيكون في مباراة سلة وكونر مشارك فيها مع فريق المدرسة، وكمان مينا بتكون مشاركة فيها لأن هي في فريق التشجيع، فدوت بتتفرج عليهم. ولكن للأسف بيخسروا الماتش، وكونر بيبقى حزين جدا وبيقعد عند البسين مع دوت وبيقعد يتغزل فيها وفي جمالها، وبيقول لها ان هو بيحبها ومش عارف يفكر في حد غيرها، تخيل اليوم اللي هتكون معاه فيه. فدوت بتقول له ليه بعدين، دلوقتي احسن نبقى لبعض ونبقى ها مع بعض. وبعدين مينا بتكون وصلت البيت، بول بيكون مستنيها عشان يطمن عليها، فبتقوله ان هي تعبانه شويه وان هي داخله تنام، لكن بول بيدخل وراها وبيحاول يعتدي عليها، لكنها بتطلب منه ان هو يغمض عينيه. ولما بيغمض عينيه بتمسك المكوى وبتكون على وشك ان هي هتحرق وشه، ولكن في الوقت المناسب بتوصل دوت وبترجع مينا عن اللي بتعمله، فبتقول له ان هي حامل ومحتاجه منه $1000 عشان تنزل البيبي. بتسمعهم دوت من بره الاوضه، فبيقول لها ان هو هيجهز لها الفلوس بكره، وبيسيبها وبيمشي. ودوت بتروح اوضتها وهي مصدومه، وبتدخل عليها مينا وبتنام جنبها. وتاني يوم في المدرسه دوت بتكون واقفه بتجيب اكل، وكونر بيجي وبيطلب من مسؤولة الكانتين ان هي تقول لدوت بلغة الاشارة ان هو عايز يخرج معاها، فبتقول لها. دوت بترفض وبتقول له ان هي مش مناسبة ليه لان هي مش بتسمع ولا بتتكلم، لكنه بيتعصب وبيقول لها انه عايز يروح معاها الحفلة بتاعة المدرسة بتاعة بكرة وانه هياخدها معاه بالليل. فنينا بتجيب فستان لدوت عشان تحضر بيه الحفلة مع كونر. بتقول لها بصي خلاص اخر مرة بقى انا هقتله بكرة، والله احنا زهقنا لك يا شيخ. وبتقول لها ان هي هتمشي وهتبدأ حياة جديدة $1000 بتوع العملية لأنها مش حامل من الأساس، مؤقتا عقبال ما تشوف هتعمل إيه. وبعدين بتسيبها وبتروح تعمل الميك اب بتاعها. وفي الوقت ده بول بيجي وبيفتح شنطة مينا وبيلاقي فيها مانع الحمل، فبيتعصب جدا وبيكتشف ان هي كانت بتكذب عليه، وبيدخل الاوضه وبيضربها، تقول له ان الحاجات دي مش بتاعتها، دي بتاعت صاحبتها، فمش بيصدقها وبيقول لها ان هي كدابه وبيكمل ضرب فيها، بيكون عايز يعتدي عليها بالقوه. فدوت بتسمعهم وبتعزف على البيانو وبتعمل صوت عالي عشان يرجع ويسيبها، لكنه الحيوان مش بيسيبها ولا بيهتم بالصوت ومستمر في بكاحته. تقطع دوت سلك البيانو وبتطلع عشان تنقذ مينا، وبتخنق بول بالسلك لحد ما بيموت. واوليفيا بتدخل عليهم وبنكتشف ان هي عارفه كل حاجه وساكته لان هي مش في ايديها تعمل اي حاجه. بتكون مصدومه ان دوت بتسمع وبتتكلم وبتقول ان دي معجزه، وميشيل بتيجي عشان تاخد مينا الحفل، لكن مينا بتقول لها استنيني في العربيه بره لحد ما اغير هدومي. وبعد شويه بيخرجوا وبيكون معاهم شنطه بيكون فيها الهدوم اللي عليها اثر الجريمه وعايزين يدفنوها، وبيركبوا مع صحابهم وبيروحوا الحفله. ودوت بترقص مع كونر وهي شايله الشنطه، فبيقلعها الشنطه وبيرميها بعيد، فبتكون قلقانه ونظرها على الشنطه، ومينا بتشوفها وبتاخد الشنطه وبتقعد بيها في الحمام بتاع المدرسه. ودوت فجاه بتسيب كونر وبتمشي، فبيجري وراها، لما بينادي عليها بتقف وبتلفله، فبيستغرب وبيسالها لو كانت سامعاه، فبترد عليه وبتعتذر له. وهنا كونر فبيتصدم ان هي كذبت عليه وان هي طبيعيه، وبيتعصب ان هي سمعت كل اسرار وكانت بتخدعه طول الوقت، وبيسيبها وبيمشي وهو متعصب. وبعدين دوت بتاخد مينا وبيرجعوا الغابه عشان يدفنوا الشنطه، وهما بيدفنوها بتسالها ان ليه كانت بتتظاهر ان هي من السم والبكم. قالت لها ان هي عملت كده عشان تصعب على والدها وياخدها ويربيها معاهم وما تترماش في الشارع. وبعدها بيرجعوا البيت وبيلاقوا ان البوليس قبض على مامتها اللي اعترفت بنفسها ان هي قتلت بول بالسلك عشان كان بيعتدي على بنتها. بتقول لهم ان هي سلمت نفسها وهتغيب عنهم فتره. وبعدين البنتين بيدخلوا البيت، وتاني يوم الدود بتعلم مينا العزف على البيانو، وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رايك في الكومنتات. كتب الفيلم وسجله سلمى محمود، ومونتاج عبد الله الحداد. نشوفكم الفيلم الجاي.